ربيع عطايا بمرر لمهدي، مهدي بيرجع لربيع، ربيع محاولة جديدة على الجهة اليمنى، ربيع بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، جول! مهدي الزين عم بيسجل، مهدي الزين عم بيهز الشباك، وربيع عطايا الراسينج 0. حكينا ببداية المباراة عن دوره الكبير لمهدي الزين بالتقدم والزيادة لداخل منطقة الجزاء، وهيدا الشيء اللي صار باللقطة الماضية، وعرضية ربيع عطايا ترجمة مهدي الزين بأفضل طريقة ممكنة داخل الشباك. إذن الهدف الأول هيدا الموسم لمهدي الزين، اللاعب يلي ساهم بهدفين من خلال الصناعة هيدا الموسم، هيدا هدفه الأول. كوراني هيدي تاني بينالتي بياخدها النجمي هالموسم، كوراني سجل بمرمى الأنصار، وكوراني حاليا بمواجهة الإدلبي، هل رح يتمكن انه يسجل الهدف الثاني؟ حسن كوراني بيتقدم الكوراني صف المرمى، الهدف الثاني لصالح فريق النجمي. النجمي عم ينهي الشوط الاول متقدم 2-0 غير الواحد 0. سريعة لفريق النجمي اللي عم يعتمد صار على الهجمات المرتدة، يلعب الكرة أمامية لمهدي الزين اللي رح يلعبها بالعرض، مهدي الزين معه ربيع عطايا، والهدف الثالث لفريق النجمي. المباراة عبء وانشال عن كتاف الجهاز الفني، عم بيسجلوا الهدف الثالث ليعلن التقدم أكثر وأكثر، ما في يعمل له شيء أبدا عمر إدلبي. وحلوة التمريرات اليوم، مهدي الزين برأيي نجم المباراة الأول من دون أي منازع، سبب بالبنالتي، مرر الأسيست وسجل هدف. مهدي الزين مرر لخليل، وخليل ما راح يضيع أبدا، خليل بدر